السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين. عندك علبة فول، عندك علبة تونة، عندك علبة دواء، عندك اي علبة، اي مجسم في البيت، تعالي هنعمل بيه حاجات حلوة جميلة جدا. اولا هنبتدي بعلبة الفول، علبة صلصة، اي علب. علبة الفول هنستفيد بيها. انا قصيت كرتونة على قد فتحة علبة الفول علشان تبقى مقفولة من الناحيتين. المهم ما تشيليش السن الزيادة اللي فيه، علشان هنسند عليه الكرتونة. وكده كده محدش هيدخل ايده جوه العلبة، يعني مش ما فيهاش اذى او اي حد ممكن يتعور. يلا نشوف هنعمل ايه. كده انا حطيت شمع على الكرتونة من على الطرف علشان تمسك في طرف العلبة، تمسك فيها كويس وتقفلها كويس. وحاولي تكون الكرتونة تخينة شوية، مفيش ممكن تعملي طبقتين من الكرتون. انا قست مقاس العلبة كلها على قدها بالظبط. قست المقاس على الكرتون على الفوم، وهنقص الفوم. ممكن تعمليه بقماش، ممكن تعمليه بالفوم، ممكن تعمليه بقماش جوخ، ممكن تعمليه بأي بواقي قماش عندك. اي شيء ممكن تستهلكيه في البيت، اي حاجة ممكن متوفرة عندك في البيت هتنفع برضو. ممكن تعمليه بالفوم اللي ما بيلزقش، برضو هينفع تلزقيه كله بالشمع وهيلزق كويس قوي. الورقة دي ب3 جنيه، او لو خدتي الباكت كله على بعض بيقف ب2 جنيه. اللي هو الفوم اللي بيلزق ده، اللي فيه اللزق فيه. برضو موفرة جدا وبتنفع في حاجات كتير 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 كتير. عارفة لو قلتلك من هنا لبكرة بتنفع في حاجات كتير قوي. والجليتر اللي فيه شكله بيبقى بيدي كده رونق، حاجة قيمة، يعني بيدي شكل قيم للحاجة اللي بتعمليها. كده بقص الزيادة، انا لزقتها كويس، بتلزقها كويس وتفرغيها من الهواء علشان ما تفكش منك تاني. وخلاص مادام انتي قفلتيها كويس مش هتفك خالص. اهو، تشيل كل الزيادات، اي زيادة، اي طرف، اي حاجة طالعة كده لازم تشيليها عشان تبقى متساوية. خلاص انا ظبطتها، وهنعمل القاعدتين من فوق ومن تحت علشان تبقى متغلفة كلها، مفيش فيها حاجة باينة ومحدش هيعرف هي ايه اصلا. الفكرة دي ما كلفتش 3 جنيه، ورقة الفوم والشمعة بتاعت المسدس مش اكتر. ما كلفتش حاجة خالص، بتقصي على قدها، على قد الدايرة، فوق وتحت عشان تبقى مقفلة كلها. يلا حبايبي، لو الفكرة عجبتكم ادعموني باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، هتعجبكم قوي، وافكار جديدة وحلوة وهتعجبكم. بصي تقصي الدايرة كويس. والفكرة دي جميلة، وممكن ممكن تخلي الأطفال هي اللي تعملها، برضو بتبقى حلوة ومسلية، والأولاد بيحبوا الحاجة اللي هم بيعملوها بإيديهم. ادي القاعدتين، ما ترميش أي بواقي فوم تفيض، كله بينفع. بلزقها اللي من فوق واللي من تحت، سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة مكلفة. بس قبل ما نلزق هنفتح الفتحة اللي هنعمل بيها الحصالة. شفتوا؟ حصالة سهلة وبسيطة وما كلفتش أي شيء في البيت، كله في البيت، وتشجع الأطفال على إن هم يحوشوا فيها وفكرة حلوة وجميلة. بس وانتي بتفتحيها حاولي توسعي الفتحة شوية علشان الطفل يعرف ايه يدخل فيها الفلوس. نلزق الطرف التاني، القاعدة التانية، نلزقها كويس
ونفتح الفتحة مكان اللي كنا فاتحينها من تحتها. بس خلاص، فكرة سهلة وبسيطة. والتزيين ده بقى بتاعك بأي شيء انت تحبيه تزيني. ممكن تزينيها بسترسات، ممكن تزينيها بورق فوم تاني، شرايط فوم، وتلزقيها عشان بس تداري ايه اللزق اللي بين الطبقتين اللي فوق واللي تحت. خلصت. ده شريط بلابل بيجي من عند بتاع الكلف والعراوي، بتاع الخيوط عموما. كلفة، اي نوع كلف عندك، اي شيء موجود في البيت ممكن تزيني بيه. بلزقها بالشمع. برضو الشمع مش غالي، برضو مش مكلف. كل حاجة بتعمليها في البيت لولادك بتبقى بيحبوها وبيتبسطوا منها. وبصراحة انا نفسي بحب اعمل الحاجات، كل حاجة في البيت. بس عملنا اللي فوق. فين اللايك يا حبايبي؟ يلا يلا اللايك الجميل. تقصي كل الزيادة وتأمني عليها كويس بالشمع علشان ما تتخلاش تاني. نعمل اللي تحت وارجع لكم. خلاص اهو، شكله حلو وجميل وموفرة وجميلة وما كلفتنيش اي حاجة، وفي 5 دقايق عملتها وانا قاعدة. يلا بينا على الفكرة التانية ونشوف هنعمل بيها ايه. بص، انا كنت بحاول ان انا ازينها بشيء تاني بس لقيت هي شكلها كده حلو. كنت هلزق عليها ورقة فوم تانية، لقيت لا، هي شكلها كده سيمبل وبسيطة وحلوة ومفيهاش اي تعقيدات يعني. الفكرة التانية بقى علبتين التونة، برضو نفس الفكرة طبعا بشكل تاني. انا بوريكي كل اللي بيبقى متوفر في البيت ممكن تعملي بيه. بلزق علبتين التونة في بعض، بلزقهم كويس عشان بس اعرف الزقهم على ورقة الفوم، علشان ما يبقوش المسافة بينهم واسعة او مفكوكين من بعض، ما يلزقوش كويس في الورقة او يبقى فيه فراغ. بس كده مؤقت يعني، مش ده لزق دايم. خلاص. الاتنين فتحتهم قدام بعض يعني مقفولة من الناحيتين، عشان بس تبقي عارفة، عشان يبقى فيه مساحة جوه فراغ ان يتحط فيه الفلوس. اهو. ونبتدي برضو نقص على مقاسهم الفوم ونلزقهم. يلا هنقص على مقاسهم ونلزقهم تاني. اهو قصيتهم ولزقتهم كويس وامنت عليهم قوي، وفرغي كل الهواء اللي فيهم علشان ما يخرجش. ونفس الكرتونة برضو على قد علبة التونة، بس من ناحية واحدة برضو علشان ما تبقاش باينة في فراغ او في انحناء من تحت، تبقى كلها متساوية. خلاص انا قفلتها. هنبتدي بقى التزيين. هنلزق الاول برضو القاعدتين من فوق ومن تحت. لو تاخدي بالك دي لونها برتقاني والتانية كانت صفرة، القاعدة. ماشي. وبالالوان اللي تعجبك برضو يعني، انت من حقك تختاري كل الالوان اللي تعجبك المناسبة ليكي. يلا ادي واحدة
ونلزق التانية، بس برضو هنفتح نفس الفتحة اللي هي عشان تدخلي الفلوس. اكنك بتفتحي علبة سمنة. اللايك يا بنات، اللايك يا امارات، واللي ما اشتركش يشترك في القناة. يلا حبايبي. خلاص كده انا ابتديت اوسعها شوية علشان برضو يعرفوا يدخلوا فيها الفلوس. ممكن تعمليها مشروع في بيتك، هتبقى جميلة وموفرة ومش هتكلفك حاجة صدقيني. ساعة ما تشتري الحاجات دي بالجملة مش هتكلفك. علب التونة وعلب الفول والحاجات دي مستهلكات في البيت، ما بتكلفكيش اي شيء. هو ورق الفوم، التزيين، اي حاجة، هو ده اللي بس ممكن تشتريه. لكن لو بتشتريه حتى جملة مش هيكلفك برضو نفس التكلفة اللي زي القطاعي او انك تشتري قطعة واحدة او قطعتين، مش زي ما هتشتري الباكت كلها من ورقة الفوم مثلا. كده خلاص انا امنت عليها بحيث ان مثلا الطفل ما يتعورش او حاجة. وتبتدي برضو التزيين ده برضو بتاعك زي ما قلتلك. دي انا هعملها بالاستراس. برضو الاستراس ده بنجيبه من الكلف، من الراجل بتاع الكلف والعراوي او الخيوط. انا عملتها 3 سطور، سطرين تحت وسطر فوق عشان يبقى مداري عليها خالص. بصي، سطر فوق وسطرين من تحت عشان تبقى مدارية عليها كويس ومقفلة عليها كويس. يلا تشجعي وقومي اعملي حاجتك في البيت، واعملي حاجة اطفالك في بيتك وفرحيهم وافرحي معاهم. الحاجات دي بتفرح والله. تابعوني هتشوفوا افكار جديدة وحلوة وهتعجبكم. يلا حبايبي، اللي ما اشتركش يشترك في القناة. هنكمل لزقها كلها اهو. برضو بنأمن عليها كويس عشان ما تتفكش، وفوق وتحت، سطرين تحت وسطر فوق. حابة تعملي سطرين وسطرين برضو هتبقى حلوة، بس انا قلت عشان ما يبقاش شكلها مأفور شوية. وبس خلاص، ادينا خلصنا اللي فوق وهنعمل اللي تحت. وزينيها بأي شكل يعجبك. فكرة سهلة وبسيطة وبتتعمل في البيت. ودينا قاعدين في الحظر، مفيش حد بيروح ولا يجي. ربنا يا رب يرحمنا ويبعد عننا البلاء ويعدي الأزمة دي على خير. ونعمل الناحية التانية وارجع لكم. كده انا عملت الناحيتين، ومكان اللزق برضو داريته من ناحية وهلزقها الناحية التانية قصادها. مكان تقابل الفوم اهو، دي قصاد دي، بس عشان تبقى مظبوطة بس. ولزقتها وبقت فكرة حلوة، وبنتي فرحت جدا جدا جدا. وعلى طول عايزة احط فيه الفلوس، عايزة احط فيها الفلوس، احوش الفلوس. فهتشوفوها دلوقتي، هي اول واحدة بشرتها يعني. وخدي بالك من الشمع علشان حامي بيلسع يعني. اهم فكرتين حلوين. بصي، حطت الجميل.
يا رب تكون الفكرة عجبتكم والفيديو عجبكم.